في الكافي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن فقير شديد الحاجة، وكان هذا الفقير ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله عند مواقيت الصلاة كلها، لا يفقده في شيء منها. فاشتد غم رسول الله لسعد، فعلم الله سبحانه وتعالى ما دخل على رسول الله من غمه لسعد، فأهبط عليه جبرائيل عليه السلام ومعه درهمان، فقال له: يا محمد، صلوا على محمد، إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال النبي: نعم. فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطيهما إياه ومره أن يتجر بهما. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم خرج إلى صلاة الظهر، وسعد قائم على باب حجرات رسول الله ينتظره. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا سعد، أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أتجر به، ما عندي فلوس. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله درهمين وقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله. فأخذهما سعد ومضى مع النبي صلى الله عليه وآله حتى صلى معه الظهر والعصر. فقال له النبي: قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما. شوف النبي الرؤوف. قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين، بركة، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه ب4 دراهم. فأقبلت الدنيا على سعد، فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته،